ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا النهارده هكلمكم عن مشترياتي من ايفن واريفليم. انا كان في بناتيت كتير قالوا لي ان انا كل حاجتي بجيبها من بادي شوب. فانا حبيت ان انا اجيب لكم بدايل ارخص شويه عن بادي شوب، علشان الناس اللي هي ما عندهاش المقدره ان هي تجيب من هناك. اول حاجه هتكلم عنها هي الجافت بوكس دي. شكلها عامل كده، دي من ايفون، عجبني شكلها قوي. ممكن تبقى حلوة كهدية لو انتي عايزة تجيبيها مثلا لحد من صحابك. كان نازل عليها عرض، كانت بحاجة 40 جنيه. بتتكون من ايه؟ بتتكون اول حاجة من هاند كريم دوت بفيتامين اي وبالكاكو باتر. حجمه حلو قوي، 50 ملي، وزي ما انتم شايفين ممكن اخده معايا في الشنطة. انا جربته، حلو جدا، خفيف، هيبقى حلو جدا في الصيف. بيدي ترطيب تحفة وريحته حلوة قوي، وما يفرقش عن اي بادي ميلك موجود في بادي شوب. بالعكس، ده ممكن يكون احسن وسعره لطيف. هو بس ريحته مش قوية زي الحاجات التانية، ريحته زي ريحة الكاكو باتر، واكيد انتوا كلكم عارفين. الحاجة اللي بعد كده هي البادي باتر دي. انا اتبسطت قوي ان انا لقيت باتر قريبة من الباتر بتاعت بادي شوب، وفي نفس الوقت سعرها اقل. دي كاكو باتر حلوة جدا 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 بجد. دي 75 ملي. هي طبعا في العرض كانت نازلة ارخص، بس هي لوحديها تقريبا بحاجة و50 جنيه، بس بجد تحفة. شكلها من جوه عامل كده زي ما انتم شايفين، تخينة، يعني السكنس بتاعها تقيلة، مش حاجة خفيفة، حلوة جدا. ريحتها رائعة، ريحة جوز هند كده على كاكاو، بجد انا اصلا بعشق الريحة دي. وكنت بدور على الفازلين ومكنتش لاقيه خالص، فانا مش هدور على فازلين بعد كده هجيب الكاكو باتر دي على طول، لان هي بجد تحفة، بتدي ترطيب حلو قوي بالذات للايد والرجل، وممكن تستخدميها على جسمك على فكرة. بتدي ترطيب حلو قوي وبتسيب الجسم ناعم، وبيبقى ريحته بجد رهيبة، ريحتها حلوة قوي، وانصحكم ان انتوا تجربوها. الحاجة اللي بعد كده اللي انا جربتها هو التونر دوت. لو البنات مش عارفة يعني ايه تونر، التونر دوت اللي انتي بتحطيه بعد الدي روتين، بعد ما تغسلي وشك الصبح بالفيشيال ووش بتاعك. بعد ما تنشفيه كويس لازم تجيبي قطنة بتاعه الميك اب ريموفر، هي المدورة، انا كنت كلمتكم عنها قبل كده. وهتحطي شوية من التونر على وتمرريها بالطبطبة كده على وشك، علشان تقفلي المسام، بحيث ان انتي لما تحطي البرايمر والفاونديشن، بالذات للناس اللي هي بشرتهم دهنيه، بشرتك ما تمتصش الفاونديشن، وفي نفس الوقت ما تطلعش حبوب، وما يفرزلكيش اي دهون زايده مع تعرضك للشمس لو هتقعدي بره لوقت طويل. التونر ده بقى بجد تحفه. ده اللي هو بالتي تري، اوكي، ده اللي هو بالشاي الاخضر، بجد حلو جدا جدا جدا. ونفس الايفكت بتاع التونر اللي هو باللاين بتاع التيل اللي موجود في بادي شوب، مع فرق السعر الكبير قوي. ده سعره انا كنت جايباه بحاجة و40 جنيه، بس بجد حلو جدا. هو حجمه كبير، ده 150 ملي، وهيقعد فترة طويلة معايا. ريحته تحفة، وبجد بيعمل ايفكت تحفة، ما بيخليش اي دهون زايده تطلع في وشي، بالعكس بيقلل الدهون اللي موجوده. لو عندي اي حبايه بحطها عليه، مفيش يومين 3 الحبايه بتنشف وبتروح خالص، لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان الشاي الاخضر بيقلل اصلا من الالتهاب الموجود حوالين اي حبايه. وحلو قوي بجد، وانصحكم ان انتوا تجربوه. ايه الحاجه اللي بعد كده اللي انا جربتها؟ دي انا كنت جربتها من فتره، بس انا قلت اقول لكم عليها. دي ميه الورد، انا كنت بستخدمها كتونر. دي من ايفون، انا كنت بحطها في الثلاجه، وبرده بنفس القطنه. كنت كل يوم الصبح قبل ما احط الفاونديشن بطبطب على وشي كله، علشان تقفل المسام وتدي ريفرشمنت حلوه جدا. لان انا ما بحبش ميه الورد اللي بتتباع في السوبر ماركت دي صراحه، بحس ان هي يعني مش امنه على البشره. لكن دي حلوه قوي، لان هي مكتوب عليها اهو للسكين كير. فدي كده مضمونه، وبجد فعلا حلوه قوي، وانصحكم ان انتوا تجربوها، لان هي فعلا تحفه، بجد عجبتني قوي. ايه الحاجه بعد كده انا جربتها؟ هو السبراي دوت، ده فود سبراي من الفود ووركس، ده مشهور قوي من ايفون. ده بالاناناس، ده كولينج سبراي. بجد اللاين اللي هو بالاناناس ده تحفه، سواء الكريم او السكراب او السبراي.
بجد تحفه. انا كل يوم الصبح قبل ما انزل بجيبه وبقوم حطاه رشه، ده بيترش زي ما انتم شايفين. وممكن تاخديه معاكي على فكره، بحيث ان انت لو هتقعدي فتره طويله بره البيت قبل الصلاه او كده، تقومي رشه رشتين فعلا بيدي كولينج وبيقلل العرق وبيضيع اي ريحه مش حلوه موجوده في رجليك، فحلو قوي. الحاجه بعد كده اللي انا جبتها هو الماسك ده. الماسك دوت من اوريفليم، ده ايكولاجين 3 دي وايتنينج. ده المفروض ان هو سكراب وماسك في نفس الوقت. كسكراب ما حسيتوش افكتيف قوي يعني، عادي يعني. لكن كماسك بجد تحفه. يعني انا بعد ما بغسل وشي عادي بالكلين كلير وبنشفه كويس، بحط الماسك دوت لمده ربع ساعه، وبعد كده هو بينشف على البشره، ف بمسحه كده بيتفرفط كده، بتفرفطيه اي خلايا ميته بتروح، وفي نفس الوقت بيبيض لان هو اصلا فيه وايتنس كومبلكس زي مكتوب عليه resurfacing exfoliant whitening، فبيبيض حلو قوي، وهتلاقي الايفكت بتاعه على طول باين. وانا استخدمته كذا مره وفعلا فرق، حسيت ان انا بشرتي ابتدت تفتح وبقى فيها حيويه، فعجبني قوي. لان طبعا انتوا عارفين ان الايكولاجين ده اصلا ده مكون من مكونات خلايا البشره، فانا عجبني جدا وانصحكم ان انتوا تجربوه، لان هو فعلا يستاهل ان انتوا تجربوه، فعلا حلو قوي. ايه الحاجه اللي بعد كده اللي انا هكلمكم عنها وللاسف ما عجبتنيش خالص؟ ده البرفيوم دوت، هقول لكم اسمه ايه. ده سيكريت فانتازي. اول حاجه اتصدمت فيها هو حجمها. هي كانت نازله الشهر دوت ب75 جنيه، اوكي. المفروض ان دي 50 ملي، بس هي شكلها زغنطوط قوي كده. بس انا الصراحه يعني عجبني شكلها قوي، يعني هي كهديه مثلا لطيفه، وفيها لوك زي ما انتم شايفين كده. يعني انت لازم تفتحي دوت، تشيلي دوت علشان تبتدي ترش، وبعد كده علشان تعملي لها لوك مثلا لو هي تتحط في الشنطه. مجرد ان انت بتحطي اللوك دوت، هي كده تضمني ان هي مش هترش. هي ريحتها شجري شبه السيكريت فانتسي بتاعت بريتني سبيرز لو انتوا تعرفوها. بس هي مشكلتها ان هي مش ثابته خالص، يعني هي مجرد ان انت لما هتحطيها ساعه بالكتير مش هتكوني شايفه اي حاجه، لان هي اصلا اودي تويلت مش اودي برفيوم. هي ريحتها لطيفه خفيفه ومنعشه للناس اللي ما بتحبش الروايح اللي هي التقيله، بس مش ثابته نهائيا. للناس اللي بتحب الحاجات الثابته ما انصحكوش ان انتوا تجيبوها. هي بس شكلها عجبني ولطيفه، ان ايه قلت اجيبها كده، ايه ممكن اخدها معايا في الشنطه برضو، حجمها حلو مش كبير او انا مسافره، بس مش ثابته للاسف يعني. معلش مش مهم، ادينا بنجرب. اخر حاجه هكلمكم عنها هي المجموعه دي من ادفانس تكنيك. ده من ايفون برضو. ده الشامبو والكونديشنر ودوت السيرم بتاعهم، بس السيرم اللي بيتغسل. اول حاجه هتكلم عنها الشامبو، اوكي. الشامبو هقول كويس، بس هو مش فظيع، لان انا صراحه بقالي فتره بستخدم لوريال اللي هو بالاويلز. انا بحب جدا الشامبوهات اللي هي بيكون فيها اويلز، علشان هي فعلا بتغذي الشعر. لان انا اللي عجبني فيه ان هو فيه يعني فيه 5 اويلز، فانا قلت اجربه. هو بصراحه كتنظيف للشعر هو حلو جدا للتنظيف، اوكي. يعني فعلا بينظف الشعر، شعرك لما تستخدميه شعرك هينضف. بس كترطيب لو انت هتستخدمي الشامبو بس، لقيت ان هو لا، مش افكتيف قوي يعني. مش لو انت هتستخدميه لوحده، لا مش هيكون افكتيف بالنسبه لك، بالذات للناس اللي هي شعرها جاف. يعني مش هيفرق معاها قوي لو هي لو انت ما بتحبيش تستخدمي الكونديشنر. تاني حاجه هتكلم عليها هو الكونديشنر. الكونديشنر عجبني، بس برضو مش اللي بيدي الترطيب الرهيب زي الكونديشنر مثلا بتاع لوريال، برضو اللي هو باللوريال الفيف اللي بزيت الارجان. بس لما تستخدمي الاتنين دول مع بعض هيخلي شعرك نظيف، ريحته حلوة ورطب الى حد ما. الحاجة اللي بعد كده بقى اللي كملت الموضوع، كملت الاتنين دول، هو ده
ده بقى تحفه، حلو جدا جدا جدا. ده سيرم، تمام، بس هو مش سيرم اللي هو بتحطيه لما يعني بعد الشعر. انتي بعد ما تستخدمي الشامبو، يعني انا كنت بستخدم الشامبو اوكي، وبعد كده بحط البلسم، وبعد كده هاجي للجزء دوت اللي هو السيرم. هو شكله عامل كده من جوه، هوريهولكوا. عامل كده، عامل زي بديل الزيت شويه. بحطه على جذور الشعر، يعني بحطه على شعري، ما بحطش على فروه الراس. طبعا ممنوع تحطي اي كونديشنر او اي كريم على فروه الراس علشان ما يجيبش قشره. وبعد كده بتسيبيه ربع ساعه مثلا لغايه ما تخلصي الشاور بتاعك، يعني كانه حمام كريب كده، بس دوت سيرم يعني خفيف وفيه زيوت كتير. فبجد حلو جدا، بيرطب الشعر كويس قوي، ولقيت ان هو احسن من الشامبو والبلسم بتاع اللاين دوت من ادفانس تكنيك اللي هو السوبريم اويلز. انا هقربه لكم لان هو فعلا بجد حلو قوي وعجبني، وانصحكم ان انتوا تجربوه. وسعره مناسب، يعني سعره مش غالي صراحة يعني، وجميل جميل يا جماعة، بجد عجبني قوي. هو شوف لكم مكتوب عليه ايه. مكتوب عليه مصل لتغذية الشعر، وفيه 5 انواع زيوت، ومكتوب ان انتي بعد ما بتخلصي بتستخدمي الشامبو والبلسم بتحطيه وتسيبيه 5 دقايق او 10 دقايق على حسب ما انتي مدى الترطيب اللي انتي عايزاه، وبعد كده بتغسلي شعرك، هتحسي بفرق رهيب. اخر حاجه هتكلم عنها هي حاجات الميك اب. انا دول الحاجات اللي انا جبتهم الشهر دوت. انا جبت اول حاجه دي من اوريفليم، فرشه البلاشر، شكلها عامل كده، عجبتني قوي. عجبني حجمها، ان هي مش كبيره يعني، وشعرها صناعي حلو، شعرها حلو. بس العيب الوحيد اللي فيها ان هي مع الاستخدام الشعر بيبتدي يقع، بس هي كتوزيع يعني بمنتهى البساطه بوزع بيها على الخدود، تدي توزيع حلو قوي للبلاشر والهايلايتر. عجبني شكلها وكباكينج، بتيجي في الكيس بتاعها كده عشان بعد ما تخلصي تستخدميها تقومي قافلاها، بحيث ان هي متتعرضش يعني، ما تتوسخش او حاجه.